مرحبا. اليوم في فكرة أنا لازم أحكيها. طبعا هذا الفيديو راح يكون بشكل منفصل على القناة، ما راح يكون في له تتبع من الفيديوهات، ولكن كل فكرة إذا أعجبتني يمكن أنزلها بهذا الباك جراوند حتى أو حتى بهذه الطريقة، ولكن لا يوجد لها سلسلة معينة من الحلقات. عندي منبه دائما أنا عم أعيره على الساعة 8، ولكن ولا مرة عم أفيق عليه، مع العلم إنه هو جنب راسي، ولكن ما عم أحس فيه إنه يرن حتى. غريب الموضوع وين إنه أهلي والجيران حتى عم يفيقوا على صوت المنبه، ولكن أنا ما عم أحس فيه أبدا. يمكن هذا الموضوع لا مبالاة مني أو شيء أعمق من هيك، لكن المفارقة العجيبة بالموضوع إنه لما يكون في عندي شغل أو محاولة أو شيء ضروري أنا لازم أساويه، فأنا عم أفيق قبل المنبه حتى، وكأنه عقلي يعرف إنه في عندي شيء مهم أنا لازم أنجزه. بكل بساطة عم يفيقني قبل المنبه. تكمن الفكرة وهو الضمير. الضمير أيها المشاهد الجميل هو المنبه الحقيقي. المنبه الخارجي يمكن يفشل إنه يفيقك، ولكن المنبه الداخلي واللي هو الضمير ما بيفشل أبدا لما أنت بتعمل بإخلاص وشغف. لما يكون في عندك هدف أو شيء مهم أنت لازم تساويه، بكل بساطة راح تشوف حالك فايق بدون ما حتى المنبه يرن أو حتى حدا يذكرك. الزبدة من موضوع المنبه إيش؟ وين إحنا نعمل ونشتغل بضمير. أبدا لا تقلل من الشغلات اللي أنت عم تساويها حتى لو كانت بسيطة أو حتى بنظر الآخرين هي أبدا شغلات مو مهمة إنك تعملها. بكل بساطة أي شغل أنت عم تساويه بصدق وإخلاص راح يكون له تأثير سواء كان مباشر أو غير مباشر. يعني على المبدأ الفيزيائي لكل فعل ردة فعل، والخطأ جزء من التعلم. لا تخاف بأنك ترتكب الأخطاء، هاي الدنيا ما لها مثالية، ولا حتى في إنسان هو ما عم يخطأ. بكل بساطة الخطأ هو جزء من رحلة التعلم والنمو. المهم إنك تتعلم من أخطائك وما تكررها، وتتعلم من أخطاء غيرك حتى. ولكن اوعى، في خطأ عن خطأ بيفرق. ما أنت تساوي خطأ وأنت عم تتعلم، وفي فرق بين الخطأ اللي بيضر الآخرين. بكل بساطة الدنيا هاي مو مبرر إنك تكون غير مسؤول لأفعالك وتأذي الآخرين. بالأساس هاي الدنيا بوجهة نظري هي عبثية. نحن عم نعيش بدنيا ما فيها جنس العدل. عم تشوف فيه أشخاص ودول وحتى حكومات يبيدوا الشعوب، ما في قانون يوقفهم أو حتى يقولهم أنتم خاطئين. بنفس الجانب في أشخاص إني هم يخطئوا من سبيل التعلم أو حتى بسبيل التجربة أو حتى بسبيل إنه هو بده يعيش. هو أنت جبته على هالدنيا إجباري. ففي بعض أشياء أنت عم تساويها وأنت بتعرف إنه هي خطأ، ولكن ما في أي طريقة تعمل الشيء اللي أنت بدك إياه بطريقة أخلاقية. بكل بساطة لأنه ما في عدل بهاي الدنيا. في أشخاص هي عم تسرق وهي بتعرف إنه هاي السرقة خطأ أساسا، ولكن هي انجبرت سرقت لأنه هي جاعت. طيب هل السرقة هو شيء أخلاقي؟ لا، ولكن إذا تم اعتقال هذا الشخص راح يتم محاسبته على الجرم اللي هو سواه. طيب هذا القانون ما بيقول ليش هو ارتكب هذا الجرم؟ فوين القانون بالموضوع أيها المشاهد؟ شو هي قيمة القانون أساسا إذا ما طبقت على الجميع بالمساواة؟ كل هذا الشيء اللي نحن عم نمر فيه حاول، بالعكس كل محاولة منبعها صدق وإخلاص حتى لو هي بدت بالفشل هي بالحقيقة النجاح بحد ذاته. تعلمت وحاولت وتطورت وضفت شيء على حياتك وحياة الآخرين من هذه التجربة أو من هذا العمل، واللي كان هو محاولة أنت حاولتها بسبيل الأفضل. خلي يكون لك بصمة بهاي الحياة. بما أنه نحن إجينا على هاي الحياة ونحن ما إلنا اختيار بهاي الجية أو حتى باختيار لغتنا أو حتى المجتمعات اللي نحن عم نعيش فيها أو حتى المشاكل الاقتصادية النفسية اللي نحن عم نمر فيها، ونحن ما لنا تدخل 1% فيها. فخلينا نحاول إنه يكون بصمة بهاي الحياة. بما أنه نحن عم نعيشها خلي يكون في إلنا بصمة خير فيها لهاي المجتمعات أو حتى لهاي البشرية بشكل أجمع. اعمل، جرب، حاول، اخطأ، تعثر، لا تخاف من الفشل. أساسا الخوف هو الفشل الحقيقي. الحياة قصيرة، ولكن يمكن من محاولة أو عمل أو شيء منيح عملته يكون تأثير فيها حتى وإن خرجنا منها. حتى لو نحن متنا هذا التأثير راح يضل.